ازاي مستواي اتحسن في الانجليش وعارف افتكر واتكلم وافهم لغه عن طريق الاغاني. صعوبه نطق الكلمات الاجنبيه ممكن تكون بسبب اختلاف الاصوات بين اللغات او عدم معرفه قواعد النطق. الاستماع المتكرر للاغاني الاصليه هو اهم خطوه لتحسين النطق. تعال اقولك على شويه تمارين تحسن بيها النطق. اختار اغنيه اجنبيه بتحبها واسمعها كذا مره، ومهم في الاول تشوف الكلام وانت بتسمع. ركز على نطق الكلمات الصعبه وقارن نطقك بنطق المغني الاصلي. حاول تقلد نطقه بقدر الامكان. تاني حاجه، قسم الكلمات الصعبه لمقاطع وحاول تنطق كل مقطع بوضوح. استخدم القاموس الصوتي زي جوجل ترانسليت لمساعدتك في معرفه النطق الصح. تالت حاجه، التسجيل والمقارنه. سجل صوتك وانت بتغني الكلمات الصعبه وقارن بين تسجيلك وتسجيل المغني الاصلي في الصوت وفي الكلام. كرر التمرين ده لحد ما تحصل على النطق الصحيح. رابع حاجه، حدد الحروف اللي بتواجه صعوبه في نطقها، زي مثلا في الانجليش البي والبي. خامس حاجه، اللعب بالالسنه. تمارين الفم بتساعدك على مرونه عضلات الفم واللسان، وده بيسهل نطق الاصوات الكبيره، وده انا شرحته في فيديو قبل كده. ادخل على الصفحه وهتلاقي اللينك موجود في اول كومنت. ومهم جدا تنضم لمجموعه بتتكلم لغه اجنبيه، وده هيساعدك على ممارسه اللغه والتحدث بثقه. ما تخافش من ارتكاب الاخطاء، وافتكر دايما ان التمرين المستمر هو المفتاح للنجاح. شاركنا تجربتك في التعليقات وتابع معانا تمارين وسجل لنفسك. اعمل سيف للفيديو، ولو عندك سؤال اكتبه لي في الكومنت، وما تنساش تتابعني عشان يوصل لك كل جديد.